اسهل كباب حله على طريقتي. واحده من الاكلات اللي انا بموت فيها. اللحمه بتطلع دايبه خالص، الصوص اللي نازل من اللحمه بيخلي الاكله دي طيبه كده وبتطبطب على القلب. يلا بينا نشوف الطريقه. اول حاجه خالص هجيب نص كيلو من اللحمه تكون قطعيه فيها دهون، اي قطعيه انا بحبها، ده اللي هيفرق بس في وقت السوا. بقطعها مكعبات صغيره تقريبا تكون الحجم ده، وفي حله على النار فيها ماده دهنيه. انا شخصيا بحب اعمل الميكس بتاع السمنه والزيت وبضيف عليهم حته من الليا. هبدا اضيف مكعبات اللحمه من غير مسح من الحله خالص علشان تاخد الكراست المناسب بتاعها. كده اول ما اللحمه تاخد الكراست بالشكل ده هضيف ميكس من التوابل الصحيحه عباره عن حبهان وقلاوه فلفل اسود واهم حاجه عود من القرفه. اسيب اللحمه بقى 3 دقايق على النار كده وتاخد الكراست بالشكل ده. اضيف بقى كميه محترمه من البصل مقطعه جوانح، انا تقريبا بحب يكون ضعف كميه اللحمه، الاكله دي بصل مهم جدا فيها. وفي الوقت ده ممكن اضيف معلقه كويسه كده من الفلفل الاسود ونص معلقه من القرفه، فصين من الثوم. وفي تركايه شخصيا انا بحبها جدا، اضيف كده نص معلقه صغيره من السكر، انا بشوفها بتفرق في التيست جدا وبتدي كمره حلوه كده في الاكل عامه. مش قادر اوصف لكم دلوقتي الريحه عامله ازاي. ابدا اضيف كده كوبايه من الميه المغليه، هتطلع كل حاجه بقى لزقت كده من اللحمه من الصدمه اللي خدتها، وتلم الفليفرز اللي موجوده كلها، وبتعمل في الاخر الصوص البني اللي احنا هنشوفه. وكل تقريبا ربع ساعه هبدا ابص لغايه الميه اول ما تقل اضيف نص كوبايه ميه كمان، نص كوبايه في نص كوبايه، واغطي عليها بقى واسيبها تستوي بهدوء. وتقريبا بعد ساعه على النار لحمه شبه استوت، واروح ضايف معلقه كويسه كده من الملح عشان احنا لسه ما حطيناش الملح خالص. وبعد ساعه تقريبا اللحمه دايبه، وبكده يبقى عملت احلى كباب حله ينزل في القلب على طول.